اهلا بيكم. فيديو النهارده هيكون مخبوزات. النهارده من عجينه واحده هوريكي ازاي تعملي اشكال مختلفه وغريبه من المعجنات. هنعمل ان شاء الله مع بعض تحف فنيه مش معجنات. العجينه دي يا جماعه عجينه شريك عاديه، تقدري تشكلي منها الشريك بالطريقه المعتاده بتاعتنا، وممكن كمان نعمل منها الاشكال اللي هتشوفيها معايا النهارده. سبق وقبل كده عملت لكم الشريك باشكال برضو كتير مختلفه عن كده، هسيب لكم لينكات الفيديوهات في صندوق الوصف للي حابب يشوفها. كمان النهاردة في الفيديو مش هتتعلمي أشكال فقط، ولكن هتتعلمي معايا أصول المعجنات من الألف للياء، إزاي تطلعي عجينة تفضل معاكي طرية حتى لو فضلت كذا يوم، وإزاي تحفظيها. وإن شاء الله إن شاء الله هتبقي أستاذة بفضل الله حتى لو كنتي أول مرة تعملي معجنات. وسامحوني على طول الفيديو ده يا جماعة يعتبر 3 فيديوهات في فيديو واحد. فان شاء الله بس انا اللي متاكده منه ان انت ان شاء الله هتبقي مستمتعه بكل دقيقه في الفيديو. يلا بقى اللايك الجميل بتاعك علشان تشجعيني، ويلا بينا على طول ندخل على الوصفه بتاعتنا علشان ما نطولش عليكم. انا النهارده للعجينه بتاعتي هستخدم كيلو 50 جرام من الدقيق. للكيلو 50 جرام هستخدم 590 جرام من الحليب بحرارة المطبخ، هنزل عليهم ب 170 جرام من السكر، ولو انت مش بتحبي الحلاوة باينة في المعجنات بتاعتك قلليهم، خليهم 125 جرام من السكر. هنزل عليهم كمان بباكت من الخميرة الفورية وزنه 11 جرام. وطبعا في ناس هتقولي الكمية دي صغيرة بالنسبة للكيلو 50 جرام من الدقيق. انا هقولك ان شاء الله واحنا شغالين في الفيديو انا ليه استخدمت كمية قليلة من الخميرة. هدوب الخميرة مع السكر والحليب، وطبعا الخميرة بتاعتنا دي بنكون مختبرينها من قبل كده ومتأكدين من صلاحيتها. بالنسبة للبيض عندي 4 بيضات، اخدت منهم بيضتين كاملين وبياض بيضتين، وصفار البيضتين الباقيين هسيبهم لدهان الوش. هضيف عليهم كمان 25 جرام من الحليب البودر او باكت، وده اختياري بغض النظر عن ان انا مستخدمه حليب او لا. الحليب البودر بيدي هشاشه حلوه قوي للمعجنات. هقلب الكلام ده كله مع بعضه لحد لما السكر كمان يدوب وكل المكونات تختلط مع بعضها. هضيف كمان نقطتين كده من الفانيليا السائله، ودي مش عشان زفرة البيض ولا حاجه يا جماعه، البيض مش بيبان خالص في العجينه، ولكن دي عشان تدي ريحه حلوه للمعجنات بتاعتي. انا النهارده هعجن في العجان وهستخدم زي ما قلت لكم كيلو 50 جرام من دقيق المخبوزات، وشرط الدقيق يكون دقيق مخبوزات او دقيق يكون عرقه شديد وقوي علشان المعجنات بتاعتنا تنجح معانا. على الدقيق هضيف معلقه صغيره من الملح، وهروح بقى على العجان وابتدي اشغل العجان بتاعي الاول على السرعه البطيئه لحد لما العجينه تتلم معايا وكل الدقيق يتشرب كل كميه السوائل وتتكون عندي عجينه بالمنظر اللي انت شايفاه دوت. في المرحله دي ببتدي اعلي سرعه العجان شويه وهعجن لمده ما تقلش عن 10 دقائق في العجان. انت طبعا ممكن تستخدمي ايديكي عادي في العجن، مفيش اي مشكله، المهم ان انت تخدمي العجينه بتاعتك. في نص مده العجن كده بعد مرور 5 دقائق بنزل ب 125 جرام من الزبده، والزبده تكون بحراره الغرفه، وممكن تستبدلي الزبده بالزيت لو تحبي مفيش اي مشكله، وتضيفيهم من الاول مع السوائل وتعجني العجينه بتاعتك عادي جدا. وادي قوام العجينه بتاعتي. كده العجينه بتاعتي بقت جاهزه. شايفين قوام العجينه يا جماعه؟ عايزه اقول لكم ان انت هتبتدي ب 1050 جرام من الدقيق، حوالي يعني 8 كوبايات بتعيريهم بعد النخل طبعا من الكوبايات المعياريه اللي معيارها 250 مللي. تمام. ولكن ممكن العجينه بتاعتك تحتاج يعني معلقه او معلقتين من الدقيق على حسب نوع الدقيق بتاعك. انا يعني استخدمت 1050 جرام من الدقيق وعليهم 3 معالق كبار هرميه من معالق الاكل الكبيره. انت ممكن ما تحتاجيهمش وممكن تحتاجيهم، اهم حاجه تركزي معايا في قوام العجينه. زي ما انت شايفاه كده العجينه بتبقى عجينه متماسكه ولكنها بتلزق في الايد. ده سر المعجنات الطريه يا جماعه. ناس كتير في الكومنتات سالتني قبل كده ازاي المعجنات تبقى طريه وتفضل كذا يوم طريه. السر يا جماعه في قوام العجينه من الاول يكون محتواها من السوائل كبير شويه علشان تديني معجنات طريه تفضل طريه معايا لحد تاني يوم. هو ده سر المعجنات الهشه الطريه. نزلت بالعجينه بتاعتي في بوله مدهونه بزيت وهغطيها ببلاستيك راب وهسيبها على جنب كده، واغطيها كمان بفوطه وهسيبها على جنب تخمر. وبعد كده هنبتدي نشتغل فيها. انا اخدت معايا التخمير الاول اخد معايا ساعتين يا جماعه، علشان طبعا انا مستخدمه كميه خميره قليله. انا بحب استخدم كميه خميره قليله علشان العجينه بتاعتي ترتاح تماما وتخمر على مهلها، وكمان علشان انا النهارده في الفيديو هشكل كذا شكل وهعمل كذا حاجه، فعلشان العجينه بتاعتي الخمر بتاعها ما يفسدش او ما تبوظش معايا
معايا واقدر اشتغل فيها براحتي، اخد الوقت اللي انا عاوزاه. فانا قللت كميه الخميره. تمام. عايزه اقول لكم كل ما بتقللي كميه الخميره كل ما العجينه بتاعتك بترتاح وبتديكي معجنات جميله جدا بتكون الجلوتين بتاعها وبتفضل طريه وكل حاجه. لكن عايزه اقول لك برضو لو احنا في الشتاء ممكن تزودي كميه الخميره بتاعتك شويه، تخليها يعني معلقه ونص من المعالق المعياريه الكبيره، يعني كيس ونص من الخميره زي اللي انا استخدمته. بعد ما خمرت العجينه طبعا هبطتها وقسمتها ل3 اقسام متساويه، كل قسم هنشكله شكل. تمام. هكور كل قسم على شكل كوره كده. هشتغل في اول كوره وهسيب الكورتين التانيين في التلاجة علشان برضو انا مش عايزه الخميره بتاعتي، يعني مش عايزه الخميره تستهلك كل الغذاء اللي في العجينه وابص الاقي العجينه بتاعتي باظت مني. ده سر مهم جدا يا جماعه. يعني انا بدخلها التلاجة على ما اخلص تشكيل علشان الخميره نشاطها يقف شويه. تمام. على ما اشكل واخد راحتي في التشكيل. لكن لو انا عامله مقدار صغير مش بدخل تلاجة ولا اي حاجه، بشتغل على طول. يعني لو انا عامله مقدار صغير قد كوره واحده من اللي انت شايفاها ديت بشتغل فيها على طول من غير ما ادخل التلاجة ولا اي حاجه. كمان احنا في التصوير الوقت بيبقى طويل شويه، يعني بناخد وقت طويل في تظبيط الكادرات في الحاجات اللي انتوا فاهمينها دي. اللي بيصور بيبقى فاهم احنا بنعمل ايه اثناء التصوير. فعلشان كده بحطها في التلاجة علشان ما تستهلكش كل الغذاء بتاعها. باخد اول كوره وبقسمها ل6 اقسام متساويه، كل قسم بكوره كوره وبسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق او ربع ساعه. بغطيها بكيس بلاستيك علشان ما تنشفش وعليه فوطه وبسيبها حوالي ربع ساعه علشان لما افردها تبقى سهله معايا في الفرد. والنهارده هنشكل، ودلوقتي هنشكل اول شكل معانا في المعجنات. هركن الكور بتاعتي كده على جنب واشتغل فيه كوره كوره. تمام. كل كوره من الكور اللي انتم شايفينها دي هفردها كده لمستطيل. بستعين طبعا بالدقيق لان العجينه برضو طريه جدا وبتلزق يا جماعه. وببططها كده وبشتغل بالنشابه افردها مستطيل طويل. دلوقتي هبتدي الف المستطيل على هيئه رول زي ما بنعمل كده في رغيف العيش الفينو. بلفه بالمنظر اللي انت شايفاه دوت. وفي الاخر كده بقفل الاطراف بصوابعي بلزقهم مع بعض كويس جدا. بكرر نفس الكلام في ال6 كرات، ببرمها اديها برمه كده على الرخامه علشان تثبت. وبكرر نفس الكلام في ال6 كرات بتوعي. بعد ما بخلصهم بجيب اول واحده وببتدي افردها كده علشان تطول معايا. بجيب القالب اللي انا هخبز فيه وبقيس العجينه بتاعتي بخليها اطول من القالب بشويه علشان احنا هنضفرها ونعملها ضفيره. بكرر نفس الكلام، بطول كل الكرات او ال6 قطع بتوعي بخليهم نفس الطول. وببتدي كده اشكل الضفيره بتاعتي. كل 3 باخدهم كده مع بعض وبلزقهم زي ما انت شايفه كده. وبعدين بعد ما بخلص كل 3 مع بعض بقربهم كده من بعض وبلزق ال6 كلهم في بعض. ببتدي اوسع كده في النص وبمسك كل واحده من بره بدخلها جوه، يعني مره من ناحيه دي ومره من ناحيه دي لحد لما اخلص العجينه كلها. انا مش هتكلم، هسيبك انت بس تركزي معايا في الفيديو. شوفي انا بعمل ايه لحد لما بنتهي كده من الضفيره كلها. دي ضفيره سداسيه يا جماعه. في الاخر بعد ما بخلص خالص بلزقهم كده مع بعض في الاخر كده وبجيبها من تحت العجينه، اخليها من تحت كده. اثبت العجينه بتاعتي كويس وده شكلها بعد ما خلصت. بجيب القالب اللي انا هخبز فيه بيكون مدهون دهنه كده من الزيت او من الزبده وبنزل فيها العجينه بتاعتي. بسيبها كده بغطيها بكيس بلاستيك وكمان بغطيها بفوطه وبسيبها تخمر كده على جنب التخمير التاني. وهنبتدي بقى نشكل باقي المعجنات بتاعتنا. هسيبها لحد لما حجمها يتضاعف في القالب بتاعي. بعد كده هبتدي اخبزها.
دلوقتي هطلع الكورتين التانيين من التلاجة، اخد اول كورة وهبتدي بقى يعني اقسمها ل6 كرات متساوية. نفس الحكاية هكررها مع الكرة التانية، برضو هقسمها ل6 قطع متساوية. هبتدي برضو اكور القطع بتاعتي لكور، وهسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة او 10 دقايق على ما العجينة بتاعتنا ترتاح، يعني علشان تفرد معانا كويس. هحط الكور على صينية مدهونة واغطيها بكيس بلاستيك وفوطة واسيبها ترتاح 10 دقايق او ربع ساعة. بعد مرور ربع ساعة هشتغل في الكور بتاعتي. هاخد اول كورة انا شكلتها وهبتدي افردها مستطيل، وهعمل فيها زي ما عملت في الكرات اللي قبل كده في الشكل الاول، يعني نفس الفكرة نفس الفكرة، هي مفيش اي اختلاف. بشكلها مستطيل وبعد كده بقفلها بالشكل اللي انت شايفاه دوت. اديها برمة كده وهنزل بيها كده على صينية مدهونة برضو دهنة من الزيت، وهعمل كده في كل الكور بتاعتي. ادي شكلهم بعد ما خلصتهم. دلوقتي هاخد اول واحدة انا اشتغلت فيها، دي اول واحدة انا اشتغلت فيها، وهبتدي اشكلها. هحط مكانها كده اخر واحدة، هغطيها برضو طول ما انا شغالة. الكور بتاعتي تبقى متغطية بكيس بلاستيك وفوطة علشان وشها ما ينشفش من الهواء، بالذات لو انت شغالة في مكان فيه مروحة. هبتدي بقى افرد الكورة بتاعتي، يعني هفرد الحبل بتاعي دوت على قد ما اقدر، يعني ابتدي ابرمه كده اوسعه، افرد من جوه لبره من جوه لبره لحد لما تفرد معايا حبل طويل. في المرحلة دي لو انت بتشكلي الشريك عادي لفيه عادي وبرميه زي الشريك العادي بتاعنا، ولكن بصي كده ان شاء الله هنعمل شكل حلو مع بعض. بخليه بالشكل ده، بعد كده بربطه، اعمل ربطة عادية جدا واوسع كده اخليها شكل السلسلة. بعد كده بمسك طرف العجينة دوت وادخله اخليه من تحت، نفس الحكاية في طرف العجينة التاني، واقلب العجينة بتاعتي والزق الطرفين في بعض. شكلها حلو جدا يا جماعة، هتعجبكم جدا بإذن الله. ده شكلها. هحطها بقى على صينية او على الصاج اللي انا هخبز فيه، يكون مدهون دهنة زيت خفيفة او يكون مدهون بزبدة. هعمل معاكم واحدة تانية علشان بس تركزوا معايا وتشوفوا الشكل. يعني بربط ربطة عادية جدا، وبعد كده بوسع كده العجينة، بخليها على هيئة سلسلة، وبمسك كل طرف من العجينة بدخله في الفتحة واخليه من تحت، وبعد كده بقلب العجينة والزق الطرفين في بعض. سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة. بخلص كل الكمية بتاعتي اللي هما ال6 قطع، بشكلهم بنفس الشكل. هسيبهم برضو يخمروا على جنب، اغطيهم كده بكيس برضو بلاستيك وفوطة، وبسيبهم يخمروا على جنب. على ما شكلت الشكل ده كان القالب بتاعي او الضفيرة بتاعتي كانت خمرت وحجمها تضاعف. عايزه اقول لكم ما تطولوش عليها في التخمير، علشان برضو لو اخدت وقت طويل في التخمير هتدخل الفرن تهبط منك. فبمجرد ما حجمها يتضاعف تبتدي تخبزيها على طول، يكون الفرن شغال من قبلها بربع ساعة على حرارة 180. بتدهني وشها كده بخليط الدهن اللي هو صفار البيضتين اللي احنا سبناهم على جنب، وعليهم معلقتين كبار من الحليب. ببتدي ادهن وش الضفيرة بتاعتي وبدخلها الفرن المسخن مسبقا. بتاخد معايا مدة الخبز من حوالي من 30 ل 35 دقيقة. ببتدي كده بعد ما دخلتها الفرن هبتدي اشتغل في الشكل الثالث. كده احنا شكلنا شكلين وده ثالث شكل معانا. بفرد برضو الحبل لمستوى طويل كده، وببتدي كده بعمله تويستنج، ببرم الحبل من الطرفين عكس بعض. ركزي معايا كده، بصي ببرم عكس بعض وبشيل الحبل واحطه تاني علشان ياخد البرمة بتاعته المظبوطة.
ببرم ببرم ببرم. بعد كده بمسك طرفين العجينه، بتبص تلاقيهم لفوا على بعض لوحدهم. بصي كده بيلفوا لوحدهم، بيعمل يعني بنعمل حاجه اسمها تويست. تمام. في الاخر طرفين العجينه بمسكهم كده اربطهم في بعض ربطه عاديه جدا، وبلزق الطرفين مع بعض، وبرضو بحطها على صاج مدهون دهنه من الزيت او من الزبده، وبسيبها تخمر لحد لما حجمها يتضاعف. هنعمل واحده مع بعض تانية علشان بس تركزوا معايا. بعمل تويست كده بعد ما بفردها حبل طويل، ببتدي طرفين العجينه افردهم عكس بعض، يعني ايد تلف لجوه وايد تلف لبره. بعدين بمسك طرفين العجينه والفهم، بلاقيهم يتلفوا، يعني برفعهم كده لفوق بلاقيهم يتلفوا مع بعض او على بعض لوحدهم كده من غير اي مجهود. بعد كده بربط طرف العجينه في الاخر وبرصها على الصاج وبسيبها تخمر لحد لما حجمها يتضاعف. بغطيها برضو بكيس بلاستيك وفوطه علشان وشها ما ينشفش. وادي عندي هنا الصاج الاولاني خمر، هدهنه برضو دهنه كده من خليط الدهن اللي هو البيض والحليب. بعد كده بديله رشه كده من السكر والسمسم، رشه سكر كده وبعد كده رشه سمسم. عايزه تدهني سكر عايزه ترشي سكر بس او سمسم بس براحتك، او حتى عايزه تحطي عليه حبه البركه برضو براحتك خالص. بدخله برضو على فرن مسخن من قبل كده على حراره 180 الرف اللي في النص. تمام. اللي بياخد معايا مدة الخبز بتكون من 15 ل20 دقيقة. وادي القالب بتاعي استوى. بسلكه كده بسلكه وبعد كده بخرجه من الصاج. طبعا مش بنقطعه خالص وهو سخن، بنسيبه يبرد تماما على جنب. ادي الشكل التالت معايا خمر، كمان هديله دهنة من البيض والحليب، وهرش عليه برضو سمسم وسكر، وهدخله الفرن. انا بالمناسبه دخلت الشكلين الاخاره دول مع بعض، يعني اللي هو الضفيره دي والشكل الاولاني اللي انا عملته دخلتهم مع بعض. اخدوا معايا من 15 ل20 دقيقه في الفرن، وخرجوا معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. في منتهى الجمال يا جماعه، شكلهم حلو جدا، كل شكل احلى من التاني، كل شكل احلى من التاني. ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم جدا جدا. عايزه اوريكم العجينه علشان واخده وقتها في التخمير ومرتاحه ومعجونه كويس ومخدومه كويس. بصوا تحسوا العجين من جوه عامل زي الطبقات. بصوا كده، ده دليل على نجاح المخبوزات بتاعتي. العجينة مقاديرها مظبوطة جدا، امشوا على الخطوات بالظبط وان شاء الله هتطلعوا مخبوزات حلوة جدا جدا، تفضل معاكم طرية كذا يوم. لو حابين تحفظوها في الفريزر ممكن وهي كده اول ما تبرد على طول تلفوها في قماشة وفي كيس بلاستيك وتدخلوها الفريزر، بس في نفس اليوم، ما نستناش لحد تاني يوم وندخلها. بصوا طراوة المعجنات يا جماعة، حاجة في منتهى الجمال، جميلة جدا جدا جدا. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. عايزه بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو. دلوقتي هقسم معاكم او هوريكم شكل القالب ده كمان من جوه. بصوا هو طري قد ايه، يعني انا مش قادره اقول لكم الطراوه بتاعه العجينه يا جماعه. بصوا طري ازاي. بعد ما برد خالص، بعد ما بيبرد تماما بتبتدي بقى يعني تقطعيه او تاخدي منه، يعني ممكن تقطعيه كله زي ما انت حابه وتشيليه في كيس، او تاخدي منه على حسب ما انت عاوزه. عايزه اوريكم بس شكل العجينه من جوه او شكل القالب من جوه. بصوا العجينه جميله جدا، ما فيهاش فراغات، ما فيهاش اي حاجه. واخيرا ما تنسوش تعملوا لايك، واشوفكم في فيديو جديد قريب، وباي باي.